كل يوم بتحس بمشاعر مختلفة كتير، زي الفرح والحزن والغضب. وحتى لما بتحسش بأي حاجة خالص ده برضو إحساس. غالبا ما بنفكرش كتير في مشاعرنا، لكنها حقيقي بتأثر على جسمنا وعقلنا. التحكم في مشاعرنا ممكن يكون صعب قوي من غير مساعدة. في الملخص ده لكتاب تحكم في مشاعرك لتيبو مويس هتتعلم ليه مهم تفهم مشاعرك، وليه صعب قوي انك ما تزعلش او تتضايق. هتكتشف ازاي تبص لمشاعرك بطريقة احسن. ده هيساعدك تحس بمشاعر وحشة اقل. افتكر ان المشاعر مش اعدائك، دول مساعدين يقدروا يخلوك تكبر وتبقى شخص اقوى واسعد. يلا بينا نعرف ازاي نصاحب مشاعرنا ونستخدمها عشان نكون اسعد في الحياة. ازاي آلية البقاء بتاعتك بتأثر على مشاعرك؟ حياتك النهاردة مختلفة تماما عن حياة أجدادك. مش محتاج تصطاد حيوانات في البرية عشان تاكل، لأنك ممكن تشتريها بسهولة من السوق. ومش محتاج تستخبى من الحيوانات أو تخاف منها لأنها مش هتقدر تغزو بيتك وتصطادك. برغم إن التعزيزات دي لسه عندك آلية بقاء ما اختفتش. لما بتكون في خطر، الآلية دي بتديك الطاقة عشان تهرب. نفس الآلية دي كمان بتميل إنها تفتكر الأحداث السلبية أكتر من الإيجابية. في زمن أجدادك الأحداث السلبية غالبا كان ليها عواقب خطيرة. على سبيل المثال، لو القبيلة رفضتك، فرص بقائك كانت بتقل بشكل كبير، لأن مين هيحميك من هجمات الحيوانات ويشاركك أكله؟ حتى النهاردة الأحداث السلبية بتسبب ضيق عاطفي، حتى لو مفيش خطر بيهدد الحياة. لما مديرك يوبخك لسه بتحس بإحساس وحش، لسه بتحس بالحزن لما صاحبك يبطل يكلمك. التحيز للسلبية ده ساعد أجدادنا على البقاء، لكنه مش بيساعدك كتير النهاردة. لو مديرك انتقد شغلك أو صاحبك بطل يكلمك، دي مش هتكون مسألة حياة أو موت. ومع ذلك الألم العاطفي ده حاجة بتسبب لنا عدم راحة. عشان تتجنب عدم الراحة ده وتبقى سعيد، محتاج تحارب التحيز السلبي ده بنشاط. كونك سعيد ممكن يحسن حياتك بشكل كبير. الدوبامين هو ناقل عصبي بيتم إطلاقه في مخك لما بتشارك في سلوكيات معينة، زي تاكل أكلة حلوة. النقل العصبي ده بيوصل لمركز المتعة بتاعك وبيخليك تحس بالسعادة. وبما إن الدوبامين بيخلي الناس يحسوا بإحساس حلو، كتير بيميلوا إنهم يسيئوا استخدامه. ممكن ياكلوا زيادة عن اللزوم أو يبقوا مدمنين للجنس. أي شكل من أشكال الإدمان مضر للغاية بالصحة. على سبيل المثال، لو تفكيرك إنك بتحقق السعادة من خلال الأشياء المادية، عربية جديدة أو موبايل جديد بيديك السعادة اللي بتدور عليها، زي أي أشياء مادية تانية، بتنشغل بعربيتك الفاخرة أو موبايلك الجديد لو هيخليك سعيد، بس ده لفترة قصيرة وبس. ده اسمه التكيف السعيدي. السعادة المؤقتة دي بتخليك تجري وراها حتى لو بتستمر لفترة قصيرة بس. كلنا عندنا مستوى معين من السعادة، ده ممكن يختلف من شخص للتاني. بعض الناس بطبيعتهم سعداء، في حين إن البعض الآخر بيفضل محايد. مستوى سعادتك بيعلى قوي لما بتعمل حاجة بتثير ناقل الدوبامين العصبي بتاعك. خلينا نرجع لمثال شراء عربية جديدة أو موبايل. شراء عربية أو موبايل بيجيب ارتفاع في مستوى سعادتك، لكن في النهاية بيرجع لمستواه الأساسي. هل ده معناه إنك المفروض ما تجريش ورا السعادة لأنها مش هتفضل على مستوى عالي طول الوقت؟ لا خالص. وفقا لسونيا ليبوميرسكي، مؤلفة كتاب كيف تكون سعيدا، فالسعادة ليها نسبة. 50% من سعادتك بتيجي من جيناتك، 40% من عوامل داخلية، و10% بس من عوامل خارجية زي الأشياء المادية أو الحصول على ترقية.
من نسب السعادة دي محتاجين نتعلم إن السعادة بتعتمد عليك أنت، مش على اللي بيحصل ليك، والسعادة الحقيقية بتيجي من جواك. طبيعة المشاعر. التعامل مع مشاعرك ممكن يكون صعب، خصوصا لما تكون سلبية. مش هتقدر تتحكم في غضبك أو إحباطك على طول مهما حاولت، ومع ذلك ممكن تتعامل مع مشاعرك عن طريق فهم إنها مؤقتة وهتعدي. على سبيل المثال بنلوبي حاسة بضيق لأنها صحت متأخر، ده معناه إنها لازم تسرع في الشاور والفطار بتوعها وبعدين تجري على الشغل. إحساس الإحباط ده مش بيروح بسرعة حتى لو قالت لنفسها إنها المفروض تتغلب عليه. الطريقة دي ما بتنفعش دايما. كده بنلوبي ممكن تنفصل عن مشاعرها، ممكن تقول أيوة أنا متضايقة من بداية يومي، بس الضيق ده هيتلاشى تدريجيا وهبقى أحسن. المشاعر بتيجي وبتروح، اللي بتحس بيه دلوقتي مش هيستمر للأبد. المشاعر السلبية مش بالضرورة حاجة وحشة، ما تعتبرهاش عديمة الفايدة تماما. أحيانا بتشجعك إنك تاخد إجراء. إحساس الفشل ممكن يدفعك تشتغل بجد أكتر المرة الجاية. فقدان شخص عزيز ممكن يخليك تقدر الناس اللي لسه موجودين في حياتك. لو لسه بتعاني في التعامل من المشاعر السلبية، افتكر الأوقات اللي مريت بيها قبل كده. واجهت مواقف صعبة قبل كده وعديت منها. مهما كان إحساسك وحش دلوقتي، اعرف إن الإحساس ده هيعدي. طريقة صحية تانية للتعامل مع المشاعر السلبية هي إنك تفتكر إنها مش بتعرفك ولا بتعرفك. لو حسيت بالاكتئاب، ده مش معناه إن عندك اكتئاب، وده كمان مش معناه إنك فاشل. اللي بتحس بيه دلوقتي مش بيخليك أقل قيمة كشخص. حافظ على موقف إيجابي كتذكير، يعني محتاج تحافظ بنشاط على موقف إيجابي عشان تفضل سعيد. سمعت مقولة بتجذب اللي بتفكر فيه؟ ده بينطبق على الحالات الإيجابية والسلبية. تخيل إنك في موقف وحش، زي مثلا سقطت في امتحان انت كنت مذاكر له كويس، أو طلب المنحة الدراسية بتاعك اترفض. الأحداث دي بتخليك تركز على جوانب تانية في حياتك مش ماشية كويس. ممكن تبتدي تفكر في زيادة وزنك، تحس إن مفيش حد بيحبك، وتحس بالوحدة والحزن. سهل أوي إنك تسيب السلبية تسيطر عليك، بس محتاج تحرر نفسك من قبضة الإحساس ده، لأنه هيسيطر عليك. زي ما اتقال قبل كده، لما بتحس بإحساس معين محتاج تكون واعي بالإحساس ده. فكر نفسك باستمرار إن الإحساس ده هيعدي قريب. ده كمان هيساعدك تتابع مشاعرك وتفهم إيه اللي بيصيرها. خلينا نفهم ده بمثال. صوفيا لاحظت إن الأخطاء بتخليها غاضبة، بتتعصب على نفسها بسبب الأخطاء الصغيرة. صوفيا كتبت ده وبدأت تراقب نفسها كل ما كانت بتغلط. غالبا كانت بتركز كمان على أخطاء تانية عملتها في الماضي. بالتفكير بالطريقة دي، صوفيا كانت بتقول لنفسها إنها عمرها ما هتعمل أي حاجة صح وإنها خسرانة. ومع ذلك صوفيا لقت طريقة تتجنب بيها الدورة السلبية دي. فكرت نفسها إنها إنسان وإن البشر بيغلطوا. كمان فكرت نفسها بإنجازاتها عشان تكسر دورة الأفكار السلبية. طور عادة مراقبة نفسك. حدد إيه اللي بيثير مشاعرك، إيه اللي بتقوله لنفسك في الأوقات دي، إيه اللي ساعدك تخرج من الدورة السلبية، وإيه اللي اتعلمته منها.
غير تفسيرك. العوامل الخارجية مسؤولة عن 10% بس من سعادتك. أمثلة على العوامل الخارجية هي قد إيه معك فلوس، أو تحقيق أهداف معينة في الحياة زي الجواز قبل سن ال30. بشكل أدق، الحاجات دي اسمها افتراضات. الافتراضات دي مهما كانت صغيرة لسه بتأثر عليك، عشان كده محتاج تبص للحاجات دي من منظور مختلف. خد عندك بعض المعتقدات الشائعة. دي مشكلة. طب إيه لو المشكلة اللي بتواجهها حاليا مش مشكلة أصلا؟ كاتي سمعت إشاعة إنها ممكن تطرد من شغلها. في البداية فكرت إن دي هتكون مشكلة كبيرة لو حصلت، بس بعدين شافت إنها فرصة عشان تحقق حلمها في وظيفة أحلامها. مشكلة تانية، المفروض أتجوز وأخلف. التوقع ده غالبا بيجي من الأهل والمجتمع. مجرد إن الناس بتقول إنك المفروض تعمل كده مش معناه إنك لازم تعمل كده. الجواز والإنجاب المفروض يكونوا اختيارك، مش حاجة تعملها تحت ضغط من الناس. وحاجة تالتة، أنا خايف من المستقبل. كلنا خايفين من المستقبل، لأن مفيش حد يعرف إيه اللي مخبيه. بس القلق الزايد عن اللزوم مش بيساعد. قلقك من المستقبل مش هيغير أي حاجة. بدل كده ركز على الحاضر. تقدر تعمل أحسن ما عندك بالانتباه للحظة الحالية. انتبه إزاي بتفسر الحاجات اللي بتحصل لك. لو بتلوم الناس أو الظروف على مصايبك، ده وقت إنك تغير العادة دي. محتاج تتعلم تتحمل مسؤولية أفعالك. مش بتقدر تتحكم في اللي بيحصل لك، بس تقدر تتحكم في رد فعلك. ده اللي هيحدد إذا كنت هتفضل سعيد ولا هتبقى حزين. سيب مشاعرك عشان تكون سعيد. عشان تكون سعيد في الحياة ما تكتمش مشاعرك جواك. الغضب والمرارة والمشاعر السلبية التانية ممكن تضرك عقليا وعاطفيا. ناقشنا الحاجات دي في الفصول اللي فاتت، لكن من الجدير بالذكر إنها ممكن يكون ليها كمان مظاهر جسدية. على سبيل المثال، إزاي بتحس لما بتكون غاضب؟ معدل ضربات قلبك بيزيد وكف إيدك بيعرق. بتبدأ تحس بالحر ومش بتقدر تركز على أي حاجة. عشان كده مهم قوي إنك ما تكتمش مشاعرك جواك. أولا، راقب مشاعرك عن طريق الانفصال عنها. لما رئيس بيني صحح شغلها للمرة الثالثة حست إنها غبية. فكرت إنها ما تستاهلش الشغل والمنصب اللي هي فيه. كان طبيعي الباني إنها تحس إنها غبية، لكنها قررت تنفصل عن الإحساس ده. فكرت، أنا حاسة إني غبية لكن أنا مش غبية. في فرق كبير بين التعرف على الإحساس وبين رؤية الإحساس كشيء منفصل عنك. باني كمان بطلت تغذي نفسها بأفكار سلبية. عادة كانت باني بتفكر لحظات حست فيها إنها غبية، وده كان بيخليها تحس أسوأ تجاه نفسها. عشان كده قررت ما تكبرش إحساسها بالغباء. ثانيا، سمي مشاعرك. اعتبر المشاعر حاجة مؤقتة زي لبس ممكن تكون بتغيره. المشاعر مش بتعرفك. عشان تغير وجهة نظرك عن المشاعر، ارجع للي عملته بيني. بدل ما تفكر أنا حزين، صيغها بطريقة مختلفة، زي أنا حاسس بالحزن أو أنا بمر بحالة حزن. ده هيخلق مسافة بينك وبين إحساسك، وهيخلي التخلي عنهم أسهل. ثالثا، ما تتمسكش بمشاعرك. سيبها تروح. افهم إن في سببين بيخلوك تعتمد على مشاعرك. أولهم إنك بتعزز القصة أو الرواية اللي بتحكيها لنفسك. لما بتحس بالحزن بتميل إنك تخلي نفسك تحس بحزن أكتر. للأسف الناس غالبا بتميل إنها تأذي نفسها عاطفيا. وتانيهم، لما بتفتكر إنك مشاعرك لكنك عارف إن ده مش صح، هتفضل مضطرب لغاية لما تبطل تحدد نفسك بمشاعرك. إيميلي حست إن هي مش مكتملة مقارنة بأصدقائها وزملائها.
اعتبرت نفسها خسرانة. كانوا بيحققوا إنجازات شخصية كتير لدرجة إن إيميلي بدأت تحس بالغيرة منهم. عشان كده إيميلي عملت قائمة بالمهام وأهدافها اليومية اللي محتاجاها عشان تحس بالفخر بنفسها. شالت الأهداف من قائمتها اللي كانت مستحيلة تتحقق في يوم واحد. على سبيل المثال، إيميلي كتبت إنها هتجري ساعة عشان تحسن صحتها، لكن الجري الناجح لمدة ساعة بيتطلب ممارسة يومية وتدريب لجسمك. الفشل في تحقيق الهدف ده خلى إيميلي تحس إنها عديمة القيمة. تفكيرها إنها غير كفء خلى إيميلي تحس أسوأ. عشان كده قررت تدريجيا إنها تسيب مشاعرها تروح. كان غلط إنها تفكر إنها غير قادرة. إيميلي غيرت أهدافها اليومية عشان تكون قابلة للتحقيق، وما بقتش بتحس بالتوتر. الأهم من كده تحقيق إنجازاتها رفع ثقة إيميلي بنفسها تدريجيا. رابعا، اتعلم طريقة سيدونا عشان تسيب مشاعرك تروح. طريقة سيدونا هي مفهوم من كتاب هيل دوكنز، بتساعدك تحرر المشاعر بثلاث طرق مختلفة. الطريقة الأولى هي إنك ما تتمسكش بمشاعرك، ما تتمسكش أبدا بالمشاعر السلبية وسيبها تروح. الطريقة التانية هي إنك تسيب مساحة للمشاعر دي في حياتك. لما بتقوم بده بتقبل اللي بتحس بيه من غير ما تتمسك بيه أو تسمح له إنه يعرفك. الطريقة التالتة هي إنك ترحب بيهم، وده بيتضمن إنك تقبل مشاعرك بدون حكم، بس بالمراقبة الدقيقة ممكن تفهم المشاعر دي جاية منين. وفقا لطريقة سيدونا ممكن تطبق الخمس خطوات دول عشان تسيب مشاعرك تروح. الخطوة الأولى هي إنك تركز على إحساس معين عايز تشتغل عليه. مش لازم يكون إحساس قوي، ممكن يكون حاجة بسيطة زي الشعور بالضيق وانت واقف في طابور طويل مثلا. الخطوتين التانية والتالتة، اسأل نفسك الأسئلة التالية بناء على النهج اللي انت اخترته من الطرق التلاتة اللي اتكلمنا عليهم. للطريقة الأولى، اسأل: هل ممكن أسيب الشعور ده يمشي؟ هل هسيبه يمشي؟ وللطريقة التانية، هو أنا أقدر أسمح للشعور ده إنه يكون هنا؟ هل هسمح له يكون هنا؟ وللطريقة التالتة، هو أنا أقدر أرحب بالشعور ده؟ هل هرحب بالشعور ده؟ حاول تجاوب على كل سؤال بصدق وشمول. مفيش إجابات صح أو غلط، دي مجرد طريقة عشان تفهم إيه اللي بتحس بيه، وبعدين تسيب الإحساس ده يكون. الخطوة الرابعة، اسأل نفسك إمتى. إجابتك لازم تكون دايما دلوقتي. محتاج تحرر الإحساس ده، ما تعملش أعذار، لازم تسيبه يروح مهما كان. الخطوة الخامسة، كرر العملية كلها لغاية ما الإحساس اللي اخترت تركز عليه يختفي. طريقة سيدونا ممكن تبان بسيطة قوي لدرجة إنك ممكن تشك في فعاليتها، لكن أحيانا أبسط الحاجات ممكن يكون ليها أعمق تأثير على الحياة. حتى لو مش بتثق في العملية دي تماما، لسه ممكن تجربها. تدرب على إنك تسيب مشاعرك تروح يوميا، وقريب قوي هتبقى سيد مشاعرك. إزاي ممكن للمشاعر إنها ترشدك على الاتجاه الصحيح؟ المشاعر بتيجي وبتروح، لكن مجرد كونها مؤقتة مش معناها إنها مش هتقدر تغير حياتك. مفيش حد عايز يحس بعدم الراحة أو التعاسة في الحياة، لكن أحيانا المشاعر دي ممكن تكون علامة. المشاعر بتبعت لك رسالة، ومش المفروض إنك تتجاهلها. خلينا نبص على المثال بتاع هاريت. هاريت كانت دايما متوترة، مفيش حاجة كانت بتساعدها، لا شغلها ولا علاقاتها ولا إنجازاتها. بعدين في يوم هاريت قررت تتنقل لمدينة جديدة. ده كان أحسن قرار في حياتها. كانت بتطلع لكل يوم جديد، ولقيت السعادة في الحاجات الصغيرة. هاريت عمرها ما كانت سعيدة قبل كده.
فهم مشاعرك بيتطلب وعي ذاتي. لو هارت تجاهلت مشاعرها ما كانتش هتاخد قرار مهم زي ده في حياتها. كانت عارفة إنها محتاجة تغير حاجة في حياتها. لو رفضت الاعتراف بتعاستها التغيير ده ما كانش ممكن يحصل أبدا. الوعي الذاتي بيديك القدرة على مراقبة أفكارك ومشاعرك وسلوكياتك. الفكرة دي متاخدة من كتاب جيم ديسمر وديانا تشابمان الالتزامات ال15 للقيادة الواعية. الوعي الذاتي ممكن يتطبق باستخدام خط واحد. أي حاجة بتفكر فيها، بتحس بيها، أو بتتصرف بيها، اسأل نفسك إذا كانت فوق الخط أو تحت الخط. كونك فوق الخط يعني إنك واعي بذاتك للي بتعمله. ده معناه إنك في حالة ذهنية إيجابية. لو أنت فضولي وبتسمع بوعي فأنت فوق الخط، بتسمح لنفسك تحس باللي بتحس بيه وتقدر الحاجات وتتحمل مسؤولية أفعالك. كونك تحت الخط يعني إن صعب عليك تتحكم في مشاعرك. خد عندك بعض السلوكيات والأفعال والمشاعر النمطية اللي بتدل على إنك تحت الخط. أنت بتلاقي أخطاء في نفسك وفي الآخرين باستمرار، وبتشارك في الجدال والنميمة، ومش عايز معتقداتك تتحدى. بتبدأ تتجاهل الناس اللي آرائهم مختلفة عنك. أي حاجة بتعملها اسأل نفسك الأول، هل ده فوق الخط ولا تحت الخط؟ الإجابة هتساعدك تقرر إذا كنت المفروض تسيب مشاعرك تروح ولا لا. تسجيل مشاعرك. إيه الهدف من تسجيل مشاعرك؟ الهدف هو إنك تاخد فكرة عن إزاي تحس بمشاعر إيجابية أكتر. قبل ما تعمل ده محتاج تكون واعي بحالتك العاطفية الحالية. راقب مشاعرك اللي بتحس بيها يوميا لمدة أسبوع. ممكن تستخدم كشكول أو ورقة لكده. قيم مشاعرك على مقياس من 1 ل10. 1 هو الأسوأ و10 هو الأفضل. في نهاية كل أسبوع اديها مجموع درجات. بالإضافة لكده هتحتاج تجاوب على الأسئلة دي. إيه المشاعر السلبية اللي حسيت بيها؟ إيه سبب المشاعر دي؟ افتكر تجربة الشعور السلبي وإيه التفسير اللي استنتجته منه. هل تفسيرك كان دقيق؟ قد إيه كان قريب من وقائع الموقف؟ إيه اللي عملته عشان توقف الشعور السلبي؟ هل حصل طبيعي ولا عملت حاجة عشان تطلقه؟ إيه اللي ممكن تعمله المرة الجاية عشان تتجنب المشاعر السلبية دي؟ بتسجيل مشاعرك هتحقق حاجتين. أولاً هتكون واعي بيها كل أسبوع، وده هيساعدك تحافظ على مزاج إيجابي أو تلاقي طرق تخلي نفسك سعيد. وثانياً ممكن تتدرب على التخلص من المشاعر السلبية والبقاء سعيد. شكراً لاستماعك لملخص الكتاب الصوتي ده لكتاب تحكم في مشاعرك. بتمنى يكون الملخص ده اداك رؤية وأدوات مفيدة عشان تساعدك تفهم وتدير مشاعرك بشكل أفضل. لو لقيت الرؤية دي قيمة ما تنساش تعمل لايك وكومنت وتشير للفيديو ده. تعليقاتك بتساعدنا ننمو ونستمر في تقديم محتوى رائع ليك. ما تنسوش تشتركوا في تي توكس لملخصات أكتر ونصايح أكتر. استمروا في التعليم وفي النمو، وافتكروا خليكوا دايما ماشيين لقدام.